السلام على جميع المشتركين قناة كنزو تيسوا. مرحبا بكم وألف مرحبا. موضوع اليوم غيكون طبق يمكن يكون اونتري أو لا بلا برانسيبال، وهو طبق غني بالفيتامينات، فيه جميع المكونات اللي الجسم كيحتاجها. إلا كنتم مهتمين بالأمر خليكم معايا. إلا كنتم مازال ما مشتركينش ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس كيف كيبان أمامكم. العنصر الرئيسي ديال الوصفه ديال اليوم هو العدس لي لونتي بالفرنساويه. ويا حبذا الا خديتو العدس الخضر كيكون زوين، فيه فيتامينات مركزين وما تيتشتتش في الطياب ديالو. اذا ناخذ العدس ديالنا ونغسلوه مزيان بالماء بارد، عاد نديروه يتسلق في الماء سخون بلا ملحه ولا صوص او الفينيغريت او المايونيز اللي غترافق هذا العدس. هي غادي نحتاجو ليها كيف كتشوفوا البيض مسلوق. هنا خديت 3 البيضات، نفرق الماء الصفر على الابيض. الماء الصفر كيف كتشوفوني عملته واحد المهراز ديال العود. بغيت نمعسو مزيان لان كيف كتعرفوا داك الماء الصفر تيكون شويه ناشف. هنا كنزيد شويه الملحه، غادي نزيد شويه البزار، شويه الموطاد، شويه واحد معلقه عامره مزيان، معلقه ونص. كل واحد ما غاديش نعطي المقادير البنات، كاين اللي كيبغي الملح بالزايد، كاين اللي كيبغي الموطاد بالزايد. المهم كل واحد راكم عارفين الكوزينه، كل واحد على ذوقه. وكنخلط جميع المكونات، كنمعس مزيان لان كيف قلت لكم داك صفار البيض خاصو يتخدم مزيان باش يولي كريمي ما يبقاش ناشف. كنزيد من بعد الخل. هنا انا زدت الخل ديال الفرومبواز، كيعجبني المذاق ديالو. وكنستمر في تخلط العناصر اللي زدتها دابا. ومن بعد كنزيد الزيت، كنعمل الزيت بشويه بشويه لاننا بغينا نحصلوا على واحد الخليط بحال المايونيز. كناخد واحد الحبات ديال كورنيشون نقطعهم طراف صغار. ونزيدهم على الخليط ديالي. وناخد البيض ديال البيض ونقطعو حتى هو طراف صغار، نخليه على جنب حتى الاخر عاد غنزيدو. كنزيد كذلك لا سيبولات. الا ما عندكمش البنات ديروا غير القزبر معدنوس. وكيف شفتوا كنخدم المقص على الموس لان باش ما يكرازيش، باش ما يخرجش لياش الماء ديال لا سيبولات. بغيتهم يكونوا لا سيبولات نخليها ناشفه. ومن بعد نخلط هاد العناصر اللي قطعت دابا قدامكم: كورنيشون، سيبولات، والبيض ديال البيض. البنات كيف كتعرفوا العدس زوين بزاف، كيصلح كثير للناس اللي عندهم المرض السكري لانه ما كيطلعش نسبه السكر في الدم. غني بالبروتينات، فيه الاحماض لي زاسيد اميني، غني بالمعادن بحال الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور. وفيه الفيتامين بي والفيتامين بي 1. فيه مضادات الاكسده. غني بزاف 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 الحوايج. راه البنات راه غير العدس بوحدو راه يعني طبق كامل، ما نحتاجوش نزيدو اللحم او نزيدو شي حاجه اخرى. داكشي علاش المغاربه حنا تناكلو بحقيقه العدس بوحدو لا رديتو البال. ولكن من الاحسن يكون طبق غني الا خديناه معاه الخضره خضراء. ما عرفتش واش نقدر هاد الكلمه تقدر تكون جائزه او لا. الخضره خضراء مي راه كتكون قنبله رائعه للذات الا خدينا مع الخضره خضراء وزدنا معاه شويه ديال الكركاع وشويه اللوز لي فخوي ساك. كناخدو العدس ديالنا اللي كنا سلقناه وقطرناه، كنزيدو عليه هذيك الصلصه اللي عاد قادينها. كيف قلت لكم البنات هذا طبق يمكن يتكال
بحال كوموندغي يعني مقبلة، أو لا بلا برينسيبال يعني طبق رئيسي يقدر يتكال بارد وسخون. يعني حنا المغاربة تناكلو تقريبا غير في الشتا، ولكن حتى في الصيف ممكن يتكال كوم سلطة. يعني راه طبق كامل كنخلطوه ومن بعد راه كندوزو لطريقة التقديم. طريقة التقديم الأولى كيكون واحد الطبق بكمية كبيرة، يعني بحال هنا غيتكال العدس بهاد الطريقة كوم بلا برينسيبال كطبق رئيسي. يعني شتو كاينة كمية كبيرة كترافقو معاه اللحم الحوت اللي بغيتو، اولا يتكال بوحدو. كتزينو بشوية البيض اللي خليتو وشوية لاسيبولات وواحد الطريف تاع الحامض غير للتزيين فقط، لان حتى العين راه كيف كتعرفوا حتى هي كتاكل. هكذا كيجي شهي، والمذاق ديالو البنات رائع. بالنسبه للاخوات اللي عمرهم ما صيبوا الطريقه، كنأكد لكم بان المذاق رائع بالصلصه ديال البيض والعناصر الاخرى. وهذا هو الشكل الثاني للتقديم، عباره عن سلطه يعني تكون بارده. كنديروا واحد الكونتيتي صغيره وكنقادوها بان بورت بياس، الشكل بحال دوك اللي كنلقاو في لي غرون ريستورون. انا قد زوقتها بكورنيشون قطعته على طراف 3 طراف وحامض، هذاك السيجار صيبته بالفرماج بارميزون، والماغو راه هو بلزاميك، الفينيغر بلزاميك خليته طاب في الكاسرونه حتى اختار مزيان ولا بحال السيرو. كيتحط على شكل فاصله. التقديم كيجي رائع، وراه كيف شفتوا كلشي المكونات ساهلين. وبهذا كنوصلوا نهايه الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكون الوصفه عجبتكم، ونتمنى من كل قلبي احفزكم انكم تجربوها. كنتمنى تدعموني وتبارطاجيو معايا هذا الفيديو على اوسع نطاق بين حبابكم وصحابكم، باش نشهروا القناه ونخليوها معروفه عند اكبر عدد من المتتبعين. وشكرا جزيلا. وقبل ما نودعكم البنات، عندي لكم واحد المفاجاه او واحد المقطع غادي يجي من دابا شويه. سبحان الخالق، الصوره والصوت كذلك. ما تنساوش تكتبوا سبحان الله في التعاليق باش نعرفكم بانكم مشيتوا حتى لاخر الفيديو. شكرا جزيلا البنات، استودعكم الله والى فيديو جديد ان شاء الله. بيزو البنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله.